السلام عليكم، مرحبا بكم في قصة جديدة وفيديو جديد. قصة اليوم واقعية، خليكم مع القصة وشكرا. واسمني أميرة، أنا من الشرق الجزائري. بغيت نحكي لكم حكايتي مع أختي الله يهديها، اختي الانانيه المتهوره، اختي اللي تبغي غير روحها، اختي نسميها انانيه ونسميها جشعه. ما نعرف نقول لخطرات الله يهديها، بصح الشي اللي هدير فيه محال تكون انسانه نورمال. بغيت نحكي لكم حكايتها وانتوما كتبوا لي في التعليقات، قولوا لي اسكو الشي اللي هدير فيه هذه حاجه نورمال ولا ماشي نورمال. الحاجه اللي هدير فيها اسكو عندها الحق فيها ولا ماشي عندها الحق. نتوما حكموا، كتبوا في التعليقات. نبدا لكم القصه. بدات اختي قصه اختي هي دوك اختي خدامه، بدون ذكر اسماء. اختي خدامه وانا اختها قاعده في الدار برك، مانيش خدامه. المهم مشكلة اختي انها ما تبغيش تشارك حوايجها معايا انا ومع ماما وخوتي. مشكلتها انها تشري صوالح الملاح، تشري البارفانات وعارفين البرودوي كاع تاع الكوسميتيك، تشري بزاف وتشري تبذل. المشكله ماشي تشري الحاجه نتاعها، تشري غير هكا نتاع فيها واحد الهوس نتاع تشري وبرك. يعني المهم تشري. يومي نقول لها مثلا سلفي لي ولا ما تبغيش، تقول لي ما تقيسيليش حوايجي، ما تبغيش اللي يقيس لها حوايجها حتى لو كان داك الشخص ماشي انا. حتى اذا سحقت ما كانش حاجه ما تخليهاش تمسها. كذلك بالنسبه لللبسه تشري غير الماركات، تشري غير الكسوه المليحه. وكي نجي نقول لها سلفي لي ولا تقول لي ما تقيسيليش حاجه. المشكله وراها ماهيش في هذا الشيء، مشكله انها الحوايج كاين اللي تقعد عندها الحوايج، تقعد عندها شي حوايج تقعد عندها بالعوام وما تلبسش كاع، غير وشتيها تقعد طايتها وقاعده في الخزانه. هذا الشيء ماشي طبيعي. مشكله اخرى، مرات قلت لكم فيها هوس الشري. مرات توصل تشري شي صوالح ملاح ماكله، مثلا تشري مثلا الكفته ولا اللحم ولا حاجه مليحه. مشكله انها تشريها وتقعد تاكل فيها قدام الدار، قدام ماما وقدام خوتي. مشكله وما تبغيش تمد ليهم، ما تبغيش تشاركهم ديك الماكله. هذا الشيء حرام عليها. حاجه اخرى قلت لكم بالنسبه للبرودوي، قلت لك تشري حوايج كوسميتيك تشري بالزياده وغير تشري وتخليهم كاين وين حوايج تسحقهم وحوايج ما تسحقهمش. المشكله الحوايج اللي ما تسحقهمش كي نقولها سلفي لي ما تبغيش تسلف لي وما تبغيش لي يقيس لها حوايجها. المشكله انهم يقعدوا حتى يفسدوا، من يفسدوا ليها صاي تقيسهم. هذه مشكله. درك ولات مبذره، ولات انانيه، ما تبغيش تشارك معنا حتى حاجه. حتى ماما مرات توصل تقول لها مثلا خاصني حاجه من عندك ولا ندي ديك الحاجه، توصل تعيط عليها وتقول لها كيفاش تمسي لي حوايجي، لا ما تديليش حوايجي. هذه كانت قصتي لليوم، قصه اختي. كتبوا لي رايكم في التعليقات على هذه القصه. اسكو هذا الشيء اللي هدير فيه حاجه عندها الحق فيها ولا لا؟ كتبوا لي رايكم في القصه، وكتبوا لي اذا عندكم اي قصه اخرى هكا واقعيه وهكا من المجتمع يعني اللي رانا نعيشوا فيه. نتمنى تكتبوها لي في التعليقات، ولا تكتبوها لي في صفحتي على الفيسبوك الموجوده في القناه. راني حطيتها في لمحه على قناتي، تلقوا تما الصفحه نتاع خاصه بالقصص، سموها كريمه ستوري، يعني نفس الاسم تاع القناه. كتبوا لي قصتكم تما، رسلوها لي. ونتمنى اي واحد عنده اي قصه سواء من حقيقيه او تراثيه او اي قصه يكتبها لي تما في الصفحه او في التعليق، ونحكيها ان شاء الله في اي فيديو اخر. هذه كانت القصه لليوم. دمتم في رعايه الله وحفظه.